في وقتنا الحالي وفي حياتنا اليومية كثيرا ما نقوم باستخدام مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي عن طريق هواتفنا النقال، وإرسال الكثير من الرسائل إلى مجموعة من الأشخاص بغرض البهجة والمرح واللهو وغير ذلك. إذا قمت بإرسال رسالة نصية أو صورة فيديو إلى مجموعة من الأشخاص، مثلا 9 أشخاص، فإن هذه الرسالة قد تمرر إلى مجموعات أكبر. وللتوضيح، لو قام شخص يدعى سعود بإرسال رسالة واحدة إلى 9 من أصدقائه، فقام كل من خالد ومحمد وفهد بإعادة إرسال الرسالة السابقة إلى 3 من أصدقائه، ثم قام كل صديق بإرسال نفس الرسالة إلى مجموعة أخرى. ومع تكرار هذه العملية يصبح الناتج النهائي لعدد الرسائل المرسلة هو. ولكن يجب أن نتذكر أن مصدر هذه الرسائل هو أنت الذي أرسلت هذه الرسائل. فإن كنت تحمل خيرا فقد وصلت إلى عدد كبير من الناس، ويرجع الخير والفضل إلى الشخص الأول. وإن كنت تحمل السوء والفحشاء والمنكر فقد وصلت إلى عدد كبير من الناس، ويعود الذنب ويحمل أوزارهم صاحب الرسالة الأولى. فاحذر أخي الحبيب أن تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.